مساء النور والسرور على احلى متابعين. بص يا ولاد، هي دي الزبده البلدي. هي دي الزبده البلدي. ما تاخدي حته كده وبين صوابعك كده يعني من حراره الايد تبصي تلاقيها ساحت وبقت عامله زي الكريم بالمنظر اللي انت شايفاه دي. هي دي الزبده البلدي الاصلي. الزبده دي زبده بقري. طيب ليه يا ايمان عامله الفيديو ده؟ بصوا بقى، متابعين كتير جدا 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 سالوني بتجيبي السمنه بتاعتك منين، بتجيبي الزبده بتاعتك منين. بصوا، ده الاوردر اللي انا طلبته. انا دايما يعني زي اي ام مصريه، يعني عادي جدا الفلوس اللي ببقى حجزاها للسمنه بتاعت السنه بتتصرف، بتروح في اي حاجه تانية، بيحصل اي ظرف زي اي حد وبتروح في الظرف ده. المهم طلبت منهم اوردر 6 كيلو، 3 جاموسي على 3 بقري. انتوا عارفين ان انا بحب قوي اسيح الجاموسي مع البقري، بس ما كانش متوفر عندهم الجاموسي. قلت طب يا بنتي ما فيش مشكله، خليهم يبعتوا لي 3 البقري، والمره الجايه ان شاء الله تتعوض وابقى ايه اجيب ده وده واسيحهم مع بعض. برضو انا بحب البقري وبتبقى ليها ريحه وطعم جميل جدا وبتبقى زي الفل وشغاله، يعني حلوه قوي قوي قوي. بس رحت جايبه الزبده بعتوها لي. ده مش اعلان يا ولاد، ده مش اعلان، ده اوردر انا جايباه بفلوسي، دافعه حق الزبده ودافعه حق الشحن وكل حاجه. 3 بالله العظيم ما يعرفوا حتى ان انا هعمل لهم ريفيو، انما أنا الريفيوهات دي بعملها بمزاجي. الحاجه لما بتعجبني بعمل لها ريفيو. زي ما انتوا عارفين انا بتعامل معاهم الناس دول اونلاين، وشباب ولاد ناس زي الفل، بتعامل معاهم بقالي 5 سنين، عمري ما غيرتهم. دايما اجيب منهم الجاموسي والباري واسيحهم، وحاجتهم كل مره هي عمرها ما اتغيرت، حاجتهم زي الفل. انا حبيت اسيح الاوردر قدامكم علشان البنات اللي مش بيعرفوا يسيحوا الزبده، وبمجرد ما بتسيح معاهم بيفتكروا ان هي ساحت ويحطوها في البرطمان ويقولوا لا دي عفنت. لا بصي بقى، تعالي هاتي حله كبيره وتكون سورها عالي كده، وانزلي بالزبده بتاعتك، يلا وارفعيها على النار. هتبدا ان هي تسيح، مش بمجرد انها ساحت خلاص بقت سمن، لا لا لا، لا دي لسه فيها ميه ولسه فيها لبن وكل ده. هي كده ساحت بس، انما ما اتقدحتش. يعني ايه اتقدحت؟ يعني السمنه استوت، الزبده تحولت لسمنه ومرته وخلاص سمنه استوت. تحطيها بقى بعد كده لما في برطمانات، تحطيها في اي حاجه وتسيبيها تبقى زي الفل وتستعمليها. بصي شايفه بقول لك ليه حله ليها سور عالي وكبيره؟ عشان بصي لما بتفور قوي، بصي عليت قوي ازاي ووصلت لاخر الحله بالمنظر ده. بهدي النار واسيبها بقى شويه كده تهدى، وبصي نزلت تاني اهي لتحت لما هديت النار وساحت كلها بقى. هي كده ساحت كلها شويه كده، وهتبصي تلاقي لونها اتغير وتحول للاصفر، بقت عامله زي المربى كده، تقيله، انما كده برضو لسه مش سمن. بصي بقى خلاص دلوقتي خلاص قربت انها تقدح وتوصل للسمن، عملت الريم البيج اللي انت شايفاه ده، وهتوصل يعني ما فيش دقيقتين 2 بس، والريم ده هيرقط في القعر يبقى مرته، وخلاص هتعمل رغاوي زي ما انت شايفه ده. اول ما الوش ينمل بالمنظر ده ويعمل رغاوي تفهمي خلاص ان هي قدحت وبقت لونها اصفر شفاف زي ما انت شايفه. خلاص انا طفيت النار، ومع ذلك عماله بتغلي برضو، يعني هتطفي النار وهتلاقيها برضو بتغلي. سيبيها بقى وهتهدى خالص وهتصفى زي ما انت شايفه كده، والمرته خلاص رقدت خلاص في قعر الحله، واتحول لون المرته من اللون الابيض اللي هو الاوف وايت لا للون بيج. بصي اللون، ادي لون المرته تمام كده وزي الفل. سيبيها تهدى بقى وعبيها بقى في الحاجات اللي هتعبي فيها. انا بحب قوي الحله الاركوبال دي املاها تماما واغطيها واحطها في التلاجة، والحاجات الباقيه دي استعمل بقى منها. بصي مليت لي برطمان اللي هو الكيلو تقريبا نسكافيه ده، 3 كيلو ملالي البرطمان الكبير ده، والحله الاركوبال دي ملاها لاخرها، والطبق ده بوله كبيره غويطه ملاها لي، ودي المرته بتاعتي وزي الفل وحلوه جدا وريحه وترميله جميله. هسيبها في المطبخ لحد بكره ابص الاقيها مسكت ورملت كده، وبعدين اشيلها في التلاجة
مش هشيلها دلوقتي في التلاجة. ايه رأيك بقى في الحلاوة دي والجمال ده؟ لو عايزة اللينك بتاعهم انا مستعدة ابعت لكم اللينك، وربنا يرزق الجميع، وربنا يرزقهم، هم ولاد حلال ويستاهلوا كل خير الحقيقة. ربنا يفتحها في وشهم ويحسن ما بين ايديهم. فوتك بعافية.